ننتقل مرة تانية إلى أوروبا وارتفاع نسبة البطالة في أسبانيا. أسبانيا قامت مظاهرة، طبعا المظاهرة الثورة اللي قامت في 25 يناير في مصر. تم بقى الدول الأوروبية يعني هذه العدوى اللي هي من قيام المصريين بالثورة وطالبوا تنحي الرئيس السابق عن النظام. هؤلاء الشباب خرجوا في مدريد بمظاهرة عشان البطالة وكانوا ضد الحكومة الأسبانية. ونشوف مع حضراتكم الفيديو كليب التالي في أسبانيا وتجمع المتظاهرين في مدريد للتظاهر ضد الحكومة نظرا لارتفاع نسبة البطالة. In Spain, thousands of young people have spent another night on the streets. Anti-government protests at the weekend seem to have turned into a spontaneous sit-in. This was the scene last night in the centre of Madrid, the crowd calling for a boycott of this weekend's local elections. Most of them are young and from what the IMF has called Spain's lost generation, given current youth unemployment of 45%. Police watched from afar. This is a social sea change for Spain. It's the first protest organised by the people for the people. They're angry about unemployment, the economy and government cuts. Protesters also gathered in dozens of other cities like here in Valencia. طبعا نسبة البطالة ارتفعت في أسبانيا بشكل كبير حتى نشر في البايس في أسبانيا وكذلك لا أوبينيون الجريدة الصادرة هنا في الولايات المتحدة الأمريكية أن نسبة البطالة بتعد ب 45% de desempleo en Estados Unidos en إسبانيا في 45% من نسبة معدل ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب الموجود في أسبانيا. حاليا بيحكم أسبانيا ساباتيرو. الرئيس دوت اختاروه في أسبانيا نظرا أولا لصغر سنه، كان أول من حكم أسبانيا وكان رئيس صغير السن 38 سنة، وهو اللي قبليه على طول اللي كان بيرأس أسبانيا كان خوسيه ماريا أرثنار، وفضل فترة كبيرة جدا لمدة 3 فترات بيحكم أسبانيا. ولكن الأسبان اختاروا ساباتيرو، قالوا كده ان هو يعني التيني مو بونا دوكاسيون الابلا مو بيان السابي موتياس كوساس الموند انتيرو. اختاروه ليه؟ عشان هو عنده تعليم كويس، متكلم كويس، ومعلوماته يعني السابو موتياس كوساس ديل موند انتيرو عنده معلومات كتيرة قوي عن العالم اجمع. ولكن على شاشات التلفاز في اسبانيا خرج ساباتيرو وقال لهم المشكلة دي هتتحل. ولكن الغريب جدا على شبيجل دير شبيجل الجريدة الألمانية قالت كده باللغة الألمانية إن الأول مرة في أوروبا إن الشرطة تتعرض للمتظاهرين. قالت باللغة الألمانية إن بوليتساي إن برشلونة جيت جيفالزام جيجن بروتستافور، يعني إن الأول مرة إن الشرطة الأسبانية تتعرض بالعنف للمتظاهرين الأسبان. طبعا أسبانيا فيها كتير جدا من المغاربة، الجنسية العربية الأولى اللي بيقيموا في أسبانيا هم المغاربة، ودول أكثرتهم بيقولوا عليهم بالأسباني إليجاليس يعني تودوس إليجاليس، ما هم أصلا غير مقيمين غير شرعيين داخل أسبانيا، ودول عدوا من سوبر لا فرونتيراس يعني عدوا على الحدود من كازابلانكا اللي هي الدار البيضاء من المغرب، لأن المغرب وأسبانيا في مضيق جبل طارق عبروا الحدود ديت، وطبعا أقاموا إقامة غير شرعية داخل أسبانيا. معظم المغاربة اللي بيعملوا في أسبانيا بيعملوا في حاجتين، يا إما قابلات أو خادمات في البيوت، يا إما بيشتغلوا في المطاعم، لأن في جالية كبيرة جدا من المغاربة ويوميا بيتم ترحيل الكثير منهم من أسبانيا إلى المغرب. وفي جامعة بارتو برشلونة في أسبانيا بيتم
ده كمن الواجهة الثقافية. بيتم تدريس الدرجة اللغة الدارجة المغربية، لأن طبعا في إقبال كبير جدا من الأسبان على تعلم اللغة العربية، لأن طبعا في تأثير من الثقافة العربية على المجتمع الأسباني. بيقولوا كده أي un gran influencia de la cultura del árabe en España، في تأثير واقع من اللغة العربية على اللغة الأسبانية. وحتى في تعلم اللغة الأسبانية أول حاجة بتتعلمها في تعليم اللغة الأسبانية إن hay más que 3000 palabras en lengua española en lengua de árabe، في 3000 كلمة من اللغة الأسبانية في اللغة العربية. لذلك بالنسبة للعرب المتحدثين بلغة الضاد سهل جدا أنك تتعلم اللغة الأسبانية غير تعلم اللغات الأخرى. مجرد أنك عندك معرفة أو مستوى الثقافة عندك في اللغة الأسبانية عالي، سهل جدا تتعلم اللغة الفرنسية واللغة الإيطالية. ننتقل